شاء الله عليك. اتكلمنا النهارده عن مشاركتك في المهرجان والفعاليات والتنظيم من وجهة نظرك. والله انا اتكلمت طبعا في التنظيم وفكره اداره الناس اللي موجوده واداره الضيوف، الشخصيات العامه والفنانين ونجوم الكوره ونجوم الاغنيه وفنانين كتير هيبقوا موجودين النهارده. فهو استاذ محمدي شاطر جدا في ده. المختلف شكل الضيوف، شكل ان الحكايه مرتبه زي ما حضرتك شايفه، يعني هتلاقي الناس كلها عارفه تتحرك، الناس كلها عارفه تقعد. حاجه تنظيميه رائعه بصراحه. محمدي بقول لك شكرا على كل اللي بتعمله بصراحه. ايه الاضافه اللي لمستها من خلال المشاركه النهارده؟ الاضافه ليا ولا المهرجان؟ المهرجان. الاضافه اللي بيقدمها انه بيقول فعلا مش بيكرم بشكل عشوائي، هو بيكرم الناس اللي اثرت في المجتمع بجد. شخصيه عامه اثرت في المجتمع بيقول لها فعلا شكرا فبيكرمها. شخص عمل نجاحات في 2025 فبيكرمه. براند شاطر جدا قدر يوصل للناس بسعر جيد بجوده جيده، فقدر يبقى موجود في السوق المصري فبيقول له شكرا. هو عمال بيدرس اللي بيكرمه، ما بيكرمش بالمجامله، مش ده صاحب ده هكرمه، ده شويه معروف شويه هكرمه، لا ما بيعملش كده بصراحه. عايزين نعرف من حضرتك يا استاذ محمد تاثير السوشيال ميديا على شبابنا في الفتره دي من وجهة نظرك. تأثير السوشيال ميديا للأسف من وجهة نظري شبه تأثير المخدرات على شباب غير واعي. تحب تنصحهم بإيه؟ خدوا بالكم على أولادكم، خدوا بالكم على شبابنا وبناتنا، البنات والشباب والأطفال اللي في سن 7 سنين بعد شوية هيبقى عنده تليفون، فهيبقى جوه عالم السوشيال ميديا ومش هيقدر يبطله. فهو تنتظروا يطلع مننا ناس دكاترة ومهندسين بالكم، يمكن هيطلع طبعا بس مش بالكم بتاع زمان. انا النهارده لما ابني يبقى 3/4 وقته قاعد للسوشيال ميديا، اوعى تستنى انه يطلع دكتور، مش هيطلع. فانتوا راقبوا ولادكم. السوشيال ميديا بتأذي ناس كتير. السوشيال ميديا خلت الناس اللي بلا علم تتكلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. من انتم مين؟ انتوا عايزين تطلعوا على السوشيال ميديا، يعني نطلعوا، بس اوعوا تقربوا من قيم واخلاق المجتمع، مش هنقبل.